بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم عاملين ايه؟ فيديو النهارده من اسكندريه، من شاطئ جليم العام. شاطئ جليم العام في اسكندريه. فين الشاطئ؟ في منطقه جليم يا جماعه. لو انتوا جايين من المنشيه او محطه الرمل او محطه مصر، بتقولوا للسواق نزلنا قصاد شاطئ جليم العام، هينزلكم قصاد النفق. هتدخلوا في النفق وتعدوا الناحيه الثانيه، هتطلعوا قدام الشاطئ اللي انتوا شايفينه قدامكم ده. لكن لو انتوا جايين من منظره مثلا، من ميامي، من سيدي بشر، هتقولوا له برضو نزلنا قصاد شاطئ جليم، هينزلكم قصاد الشاطئ بقى. مفيش نفق بقى من الناحيه دي، مفيش نفق. طبعا زي ما شفتم معايا الاجواء من قدام بوابه الشاطئ من بره. الشاطئ ده يا جماعه من الشواطئ الصغيره، تمام. هو كان زمان الشاطئ ده ببلاش اصلا، وما كانش فيه بقى شماسي ولا كان فيه كراسي. كان كده يعني، اللي يدخلوا يفرش حاجه ويقعد بقى. يعني ممكن تفرشوا ملايه مثلا وتقعدوا كده على الرمله، او في ناس بتقعد على الرمله كده على طول، او ممكن تجيبوا كرسي معاكم وتقعدوا عليه. ده الكلام ده كان زمان، لكن دلوقتي هما بقى ظبطوه بقى، حاطين فيه شماسي وكراسي. بس علشان خاطر التصوير ده كان في المغرب بالظبط، فطبعا هما شايلين الشماسي، لان الشماسي من الساعه 6 بيبداوا يشيلوها. الشاطئ ده مخصص للعائلات، مكتوب قدامنا هو الشاطئ مخصص للعائلات. الشاطئ ده تذكرته قد ايه؟ تذكرته من التذاكر البسيطة جدا جدا جدا، تذكرته 5 جنيه بس. منطقة جليم فيها شاطئين، شاطئ عام وشاطئ خاص. الشاطئ العام ب5 جنيه، الشاطئ الخاص بنسبة 99% ب30 جنيه. الشاطئ الخاص بنسبة 99% ب30 جنيه، تمام. هو شاطئ طبعا، بس قاسمينه بقى نصين، بوابة العام وبوابة الخاص، لكن المية هي المية، والبحر هو البحر. وهنا ناس وهنا ناس، وهنا قاعدين على كراسي والناحية التانية قاعدين على كراسي، ما يعني عادي يعني، ما علينا. المهم في طبعا اللعبة برضو اللي انت شايفينها بتاعت الأطفال ديت، اللي هي الزحليقة ديت. مش عارفه اسمها ايه، هي لها اسم بس انا الصراحه مش فاكراه دلوقتي، تمام. التصوير ده انتوا هتسمعوا دلوقتي بالفيديو، المغرب بيأذن في اثناء المغرب بالظبط. يعني انا ما كانش عاجبني ان انا بصور في الغروب، لا ده انا بقى ايه، الموضوع زاد معايا، بقيت بصور في المغرب. يعني نفسي كده اصور مره بدري شويه، بس الظروف مش متاحه معايا ابدا ان انا اصور بدري. دايما تصويري بيجي في الغروب، ووصلت بقى ايه ودخلت على المغرب كمان. مش عارفه المره الجايه اصور بالليل ولا ايه. في ناس كانت طالبه مني صورنا بالليل، بس بالليل يا جماعه الدنيا بتبقى مهما يكون الانوار قايده في الشوارع وكده، التصوير ما بيطلعش واضح، كاننا بنصور في الضلمه. فالنور حلو يا جماعه، النور حلو ان انتوا تشوفوا كده الاجواء احسن من بالليل، والكلام ده كله ما بيبقاش فيه حاجه واضحه اساسا في تصوير بالليل. لو وصلتوا بقى لغايه هنا ولسه ما حطيتوش اللايك الجميل بتاعكم، حطوا لنا اللايك اللي بيفرحنا. مجرد ما تدوسوا على اللايك، تدوسوا على علامه اللايك اللي تحت الفيديو، هتلاقي كده بيطلع لكم حاجات حلوه كده، بيرحب بيكم. يعني هو كده بيقول لكم يا اهلا وسهلا بيكم، تلاقوه كده بيطلع ايه، حاجات زرقاء وحمراء كده. فكده هو بيقول لكم يا اهلا وسهلا بيكم، فرحان خاطر دوستوا على علامه اللايك، تمام. او اشتركوا في القناه لو كنتوا بقى اول مره بتشوفونا. شاطئ جليم من الشواطئ الصغيره الضيقه. الشاطئ ده شغال شيفتين يا جماعه، شيفتين زي بقيه الشواطئ، من 7 ل6 المغرب، من 7 صباحا ل6 المغرب ب5 جنيه، ومن 6 المغرب لتاني يوم 7 صباحا ب5 جنيه. في ناس بقى بتقعد ال 24 ساعه على البحر، بيدفع طبعا شيفتين ب10 جنيه للفرد. في ناس بتسالني في حمامات في ايه يا جماعه، كل الشواطئ فيها حمامات وفيها غرف تغيير ملابس. امال انتم لو حابين تخشوا الحمام هتطلعوا تروحوا حمام شاطئ تاني؟ يعني ما ينفعش. طب لو حابين تغيروا هدومكم هتطلعوا تغيروا فين؟ يعني طبيعي في مكان لتغيير الملابس. بس بيبقى بقى ايه يا جماعه، زحمه وميه وكده، يعني ما تتوقعوش ان انتوا داخلين يعني ايه 5 ستار يعني في الحمامات. المهم كده الفيديو خلص، لو عجبكم حطوا اللايك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.